انا كنت شايف نفسي من وانا صغير ان انا قائد، وده كان سبب نجاحي. فاي حد فيكم هيشوف ان هو قائد في حياته هينجح. الموضوع بيبدأ من العقل. الموضوع كله انت مصدق ايه في نفسك. هو ده دايما اللي انا كان سبب نجاحي، رغم ان الناس استغربته ازاي ده نجح لوحده وصل لكل ده. انا صدقت نفسي لما بعمل اللي بيرضي نفسي وبس، وبعمل اللي انا عايزه، بيبقى احسن من اي حد قال لي اي حاجه. ليه؟ لان هو بيبقى طالع من قلبي، نابع من شخصيتي اللي هي مميزه. زي ما كل شخصيه واحد فيكم بحاول اعرف كل واحد فيكم ان شخصيته مميزه عن باقي الناس. انت قائد، قول لنفسك انك قائد. المشكله ان احنا بنتبع. مفيش حد فيكم بيقول لنفسه انا قائد. انا قائد ايه؟ انا مش قائد. كل واحد فيكم عنده طريق مميز ممكن يوصل له بنفسه في حياته. مش سهل انك تكتشفه، لازم تجرب 1000 مرة في اتجاهات مختلفة لحد ما تقدر توصل. فكرة بقى ان انت ما توصلش لهدفك بعد ما تعمل كل اللي تقدر عليه، ما توقفش. ارضى انك انت عملت كل اللي انت تقدر عليه. اي نعم هتزعل ان انت ما حققتش النجاح اللي انت مستنيه، ولكن فكرة انك عملت كل اللي تقدر عليه دي هتريحك، تهون عليك النهارده. واستنى لحد بكره وابدأ من اول وجديد. ولو ما وصلتلوش النهارده توصل له بكره، ما وصلتلوش بكره توصل له بعده. عايزه انسان صبور. ما هو يا جماعه النجاح مش سهل. ما هو عشان تقدر توصل لحاجه مش هيجيلك على طبق من ذهب.